ايوه كان لنا عندنا راديو والبطاريه وحجرين كده بيمسكهم كابلين كده بينزلوا من التلفزيون نعملهم في البطاريه تعمل شرز كده نقوم فاتحين الراديو واعمل. موجودة على بطاريات زي بطاريات العربيات كده، وكنا بنملاها بنروح نشحنها عند ناس عندهم شواحن بيقولوا عليها الدينامو أو حاجة زي كده، بنروح نوديها عندهم تنشحن وتيجي تاني، وبعدين طلع بعد كده بطاريات يابسة، بطارية كبيرة كده زي البطارية اللي هي بتاعة التليفون كده، بس بقى على حجم كبير. ما كانش كل بيت فيه راديو، يعني مجموعة يقعدوا يسمعوا الأخبار، يسمعوا قصص بتاع تمثيليات اللي كانت بتيجي زمان ديت 5:15 ديت، يسمعوها غصبين عليه، حاجات اجتماعية بتاع يستفادوا منها وكده وحاجات من دي. كنا نسمع عليه ماتش ما هوش مذاع في التلفزيون، او ماتش انا ما فيش معايا فلوس مثلا اروح على القهوه ان انا اتفرج على الماتش، اسمعه في الراديو. كان الاول بقى كنا نبقى في الغيط، ولما يقول لك بقى الست هتغني، ست مين؟ ام كلثوم وعبد الحليم، فكنا نقعد بقى عشان نستمع ام كلثوم ديت. القمر من يا سلام، كانت حاجه تشرف. ما كانش حد في البلد في القهوه بتاعته كان له راديو، بغينا نخرج نقول تعالوا يا ولاد نتفرج عند ابوكم سعد ابو زيد فتح الراديو، نروح نقف على شباك القهوه ونقعد نسمع. انما دلوقتي على التلفزيونات وفيديوهات وديني عاد عز كبير. وبعد الراديو طلع ايه المكب اللي هو ابو يد دي، ابو اسطوانه. وبعد المكب دي طلع تسجيل.